الاعلامي المحايد يا جماعه سيف زاهر بيحرض اداره بتروجيت على ان هم يبطلوا حامد حمدان الكوره. حقيقي انا مش عارفه اقول ايه، بس تعالوا نسمع مع بعض الاول. الكلام ده بينفع بس في دوره رمضان، لان انا الحقيقه جالي 3-4 اتصالات امبارح بتاع من رؤساء انديه، مش انديه كبيره، مش انديه كبيره في الدوري الممتاز، مش عارفين نسيطر على اللعيب. لا مش هنسيطر عليه، يعني ايه؟ مش هنسيطر عليه، بطلوا كوره، قعدوا ما في عقد، يلتزم بالعقد مفيش مشكله. ولازم تعرف النادي ما اشتراك واخد مخاطره عشان لما يجي نادي كبير ياخدك يعرف يبيعك بشكل كويس، ولما تروح كبير هتفضل كبير. دي رساله بس لكل لاعب، مفيش حاجه في الكوره اسمها مش لاعب، مش جاي، مش عامل، لو ما رحتش هبطل. ده مش موجود في اي حته في العالم، مش موجود. وهتروح قليل وشكلك هيبقى قليل. خلي النادي يبيعك برقم كويس وخد حقك وخلي يحصل فيك عقد كويس. طب يا جماعه من الاخر كده، سيف زاهر اللي هو عامل نفسه اعلامي محايد ويقف على مسافه واحده من الجميع، يعني هو صاحب المقوله دي. حقيقي انا ما شفتكش يعني اتأثرت قوي لما زيزو ما كانش بيحضر التمرين مع الزمالك، صح ولا ايه؟ ولا هو يعني مثلا حامد حمدان ده يعني مش لعيب، زيزو بس هو اللي لعيب، صح؟ فلازم نقف في صفه عشان رايح الاهلي. لكن لو كان رايح الزمالك من الاهلي وما رضيش يحضر التمرين مع الاهلي، كان ده هيبقى رد فعلك؟ اكيد لا. بس طبعا انت مش عارف تتشطر على زيزو عشان هو رايح الاهلي، لانك بتخاف من الاهلي. بس حامد حمدان جاي الزمالك، فعادي نخبط عادي، ما عنديش مشكله، صح؟ لازم اقول بقى واتكلم بعصبيه كده وبطلوا اللعيب كوره. انت مين انت اصلا عشان تبطل اللعيب كوره؟ تمام؟ انت اساسا ما حدش بياخد بكلامك حبيبي، ماشي؟ فانا مش فاهمه الصراحه انت بتتكلم بناء على ايه؟ انت ايه صلاحياتك عشان تقول تبطلوا لعيب كوره؟ يعني ايه الجحود ده يا جماعه؟ والله العظيم اللعيب ده لو كان عمل كده وعشان هو عايز يروح الاهلي، انتوا عارفين كان سيف زاهر هيقول لكم ايه؟ هيقول يا جماعه اداره بتروجيت بتقف قصاد طموح اللعيب وبيرفضوا ليه ان هو يروح الاهلي، ده مش عارف هيلعب في المنتخب وهيلعب في الاهلي وهيلعب في افريقيا والكلام ده كله. ده انت كنت هتطلع تحمس اداره بتروجيت ان هو يروح الاهلي، صح؟ اكيد. بس طبعا يا جماعه احنا الاعلام في مصر غير محايد بالمره، سواء بقى سيف زاهر، شوبير، ابراهيم فايق، كل الناس دي اصلا مش محايده، تمام؟ بس يا ريت بس سيف زاهر يخليه في حاله، تمام؟ يخليه في حاله، ده شيء مهم جدا، تمام؟ اللعيب عايز يجي الزمالك هو حر، وبعدين انت